في أواخر السبعينيات كانت حياة كتير من الصينيين لسه صعبة. الحكومة كانت مسيطرة بشكل كبير على الأعمال والأسعار والشغل والإنتاج. الصين كانت محتاجة تغيير كبير عشان تقوي اقتصادها. اللي قاد التغيير ده كان دينغ شياوبينغ. هو ما بقاش رئيس الصين على طول، بس لما جيح سنة 1978 بقى هو أقوى قائد في البلد وأهم واحد بياخد القرارات المهمة. دينغ كان مؤمن إنه الحزب الشيوعي الصيني لازم يفضل في السلطة، بس هو كمان كان عارف إن الصين مش هتتقدم لو فضلت ماشية على النظام القديم بتاع ماو تسي تونغ. مع حلفائه هو ياو بانغ وتشاو زيانغ دفع دينغ نحو ما سمي بالتحديثات الأربع. هدفها كان تحسين الزراعة، الصناعة، الدفاع الوطني والعلم والتكنولوجيا. خطته كانت بسيطة: لازم الأول يقوي الإنتاج، يجيب تكنولوجيا جديدة، ويفتح بعض أجزاء الاقتصاد للأعمال والاستثمار الأجنبي. بس في الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه عن الإصلاح الاقتصادي كان فيه صينيين كمان بيطلبوا حرية سياسية. على سور طويل في شارع سيدون في بكين بدأ الناس يلزقوا بوسترات كبيرة كتبوا هنا شكاويهم عن الثورة الثقافية، الفساد والسياسات الغلط. في زمن ماو المكان ده اتعرف باسم حائط الديمقراطية. في البداية دينغ سمح بده عشان الشكاوي دي كانت بتساعده ضد أعدائه القدامى في الحكومة. لكن الوضع اتغير لما النقد ما بقاش موجه بس للمسؤولين القدامى، بقى فيه نشطاء بيطالبوا بالديمقراطية وتغيير النظام نفسه في الصين. واحد منهم كان ويجينغ جينغشينغ، كهربائي وكان من الحرس الأحمر زمان. في ديسمبر 1978 حط مقال على حائط الديمقراطية وسماه التحديث الخامس. قال إن تحديث الزراعة لوحده مش كفاية، الصناعة، الجيش والتكنولوجيا. من وجهة نظره الصين كمان محتاجة ديمقراطية عشان حياة الناس تتحسن بجد. الحكومة ردت بشكل واضح، قبضوا على وي وفي الآخر حكموا عليه ب15 سنة سجن. كمان قبضوا على باقي النشطاء اللي كانوا بيطالبوا بحرية أكثر. هنا ظهر حدود إصلاحات دينغ. هو كان مستعد يغير الاقتصاد، بس هو عمره ما كان هيسمح إنه الحزب الشيوعي يفقد السيطرة. في 19 مارس 1979 أعلن عن المبادئ الأساسية الأربعة. المبادئ دي بتقول إن الصين هتفضل دولة اشتراكية وهتفضل تحت قيادة الحزب الشيوعي، ومش هيتخلوا عن الأفكار الأساسية لماركس، لينين وماو. بمعنى تاني، ممكن طريقة كسب الفلوس تتغير، لكن نظام الحكم مش هيتغير. وفي نفس الوقت بدأ دينغ يقوي علاقات الصين مع باقي الدول. في سنة 1979 زار الولايات المتحدة. دي كانت أول زيارة هناك لزعيم كبير من جمهورية الصين الشعبية. بعدما بقت الصين دولة شيوعية سنة 1949 كان هدفه إنه يحصل على تكنولوجيا أجنبية واستثمارات وشركاء أعمال جداد. ومن هنا أتقدم النظام اللي تسمى الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. النظام ده ملغاش الاشتراكية بالكامل. فضلت الحكومة مسيطرة بشكل كبير على الاقتصاد، بس سمحوا ببعض الأنشطة ذات طابع سوقي. بعض الفلاحين بقى عندهم حرية أكبر، يقرروا يزرعوا إيه، وسمحوا للأعمال الخاصة الصغيرة. ابتدوا يخففوا شوية من رقابة الأسعار وفتحوا الصين للشركات الأجنبية. التغيير كانوا بحذر، ما غيروش البلد كلها مرة واحدة. بدل كده الحكومة اختارت شوية أماكن تكون ساحة اختبار للنظام الجديد، سموهم المناطق الاقتصادية الخاصة. في الأماكن دي الشركات الأجنبية تقدر تشتغل بسهولة أكثر. فيه مزايا ضريبية وقواعد أعمال أكثر مرونة وفرص أكبر لبناء مصانع. من أول المناطق الاقتصادية الخاصة كانت شينزين، تشوهاي، شانتو وشيامن. اتأسسوا رسمياً سنة 1980. اختاروا شينزين عشان قريبة من هونغ كونغ اللي كانت وقتها مركز كبير للأعمال والتجارة الدولية. أما شيامن فهي على الجهة الثانية من البحر قدام تايوان. دينغ كان عايز يستخدم الأماكن دي عشان يجرب إذا ممكن يدمج السيطرة السياسية الشديدة مع اقتصاد أكثر انفتاح. لو التجربة فشلت الضرر هيكون محدود بس، لكن لو نجحت ممكن يوسعوا التجربة لباقي مناطق الصين، وده فعلا اللي حصل. بدأ الاستثمار الأجنبي يدخل
وابتدوا يبنوا مصانع وزادت فرص الشغل. شنزين اللي كانت زمان منطقة صغيرة ومش متطورة قوي بقت واحدة من أهم مراكز الأعمال والتكنولوجيا في الصين. ده التغيير الكبير اللي حصل في عهد دينغ شياوبينغ هو ما حولش الصين لدولة ديمقراطية، بالعكس فتح الباب للأعمال والاستثمار الأجنبي، وفي نفس الوقت حافظ على القيادة الصارمة للحزب الشيوعي. المزيج ده هو اللي حيكون أساس الصعود السريع لاقتصاد الصين في العقود اللي جاية. رغم كده المناطق الاقتصادية الجديدة في الصين نمت بسرعة وقدمت فرص عمل كتير. العمالة كانت رخيصة، الضرائب قليلة، والقوانين التجارية كانت أسهل مقارنة بباقي أجزاء البلد. وفي نفس الوقت حصلت تغييرات في الزراعة في الأقاليم. النظام القديم اللي كان فيه الفلاحين بيشتغلوا مع بعض والحكومة كانت بتتحكم في أغلب المحصول بدأوا يشيلوه واحدة واحدة. كل عيلة ادت لها أرض يقدروا يزرعوها، واتسمح لهم يبيعوا الزيادة من المحصول بعد ما يسلموا الجزء المطلوب للحكومة. ولأن بقى عندهم فرصة يكسبوا أكتر، الفلاحين اجتهدوا عشان يزودوا محصولهم. مع دخول نص الثمانينات تقريباً كل الأسر الريفية كانت بتستخدم النظام الجديد ده، وكمان إنتاج الأكل زاد بسرعة. اتفتحت الجامعات تاني ورجعوا امتحان القبول اللي كانوا وقفوه وقت الثورة الثقافية. كتير من الطلبة والمدرسين والمسؤولين اللي كانوا تبعتوا للأقاليم زمان اتسمح لهم يرجعوا للمدن. بس في الوقت اللي كان دينغ شياوبينغ بيصلحوا الاقتصاد حصلت حرب مع فيتنام اللي جنبهم الصين، وفيتنام الاتنين دول شيوعية، لكن علاقتهم ساءت عشان فيتنام وقفت مع الاتحاد السوفيتي اللي كان وقتها عدو للصين. سنة 1978 فيتنام هاجمت كمبوديا وطردت الخمير الحمر اللي كان بيقودهم بول بوت. الخمير الحمر كانوا حلفاء للصين حتى مع إنهم كانوا بيقتلوا ناس كتير في كمبوديا. عشان كده الصين ردت وهجمت شمال فيتنام سنة 1979. المعركة الكبيرة دي ما استمرتش غير كام أسبوع بس، لكن الخسائر كانت تقيلة على الجانبين ومحدش عارف العدد الحقيقي للضحايا عشان التقارير مختلفة. دلوقتي واضح إن الجيش الصيني واجه صعوبة قدام القوات الفيتنامية اللي عندها خبرة أكتر. الحرب دي وضحت إنه الصين محتاجة تطور التدريب والقيادة والأسلحة وطريقة قتال الجيش بتاعها. رغم الحرب العلاقة بين الصين والدول الغربية فضلت تتحسن. دينغ استقبل قادة من بريطانيا واليابان وفرنسا ودول تانية، وكمان الصين غيرت طريقتها في الكلام عن تايوان. بدل ما كانوا دايما يهددوا باستخدام القوة للتحرير بقوا يركزوا أكثر على إعادة التوحيد السلمي. دينغ عرض نظام بلد واحد بنظامين، يعني تايوان ممكن تبقى تحت الصين بس تفضل محافظة على نظامها الاقتصادي والاجتماعي الخاص بها. تايوان رفضت العرض ده، حكومتهم مش عايزة تبقى تحت سيطرة الحزب الشيوعي الصيني. في الوقت ده العالم كله بدأ يستخدم نظام بينيين أكتر عشان يبقى أسهل قراءة وكتابة الماندرين بالحروف الإنجليزية. عشان كده الاسم القديم كان بيكين وبقى بيجينغ. بس جوا الصين لسه الحزب الشيوعي مسيطر بقوة. واحدة من أكبر المشاكل اللي واجهتها كانت الزيادة السريعة في عدد السكان. من وقت تأسيس جمهورية الصين الشعبية سنة 1949 عدد الوفيات قل بسبب تحسن الصحة العامة، وفي نفس الوقت كانوا بيشجعوا العائلات إنهم يخلفوا أطفال كتير، وعلشان كده عدد سكان الصين تقريباً اتضاعف في كام عقد بس. علشان كده تقريباً في سنة 1980 اتطبقوا سياسة الطفل الواحد بشكل صارم، ولعائلات كتير كان مسموح لهم بطفل واحد بس، مع إنه كان فيه استثناءات حسب المكان والظروف. اللي خالفوا ممكن يتغرموا أو يخسروا شغلهم أو يتعاقبوا بطرق تانية. وفي بعض الأماكن المسؤولين استخدموا كمان الإجهاض والتعقيم القسريين. السياسة دي ساعدت في إبطاء نمو السكان، بس كمان سببت مشاكل كبيرة. بسبب إن في عائلات كتير كانت بتفضل الولد عن البنت، بقى في عدد كبير من الرجالة من غير ما يكون في نفس العدد من الستات، وكمان كبرت جيل من الأطفال الوحيدين في أسرهم، ومطلوب منهم بيعتنوا باثنين من أهاليهم و4 جدود وجدات. وفي تغييرات كمان في وضع الستات. قبل حتى زمن دينغ كان في قانون جديد أدى للستات حقوق في الجواز والطلاق والملكية، وكمان كتير من الستات في المدن
لاقوا شغل. سنة 1980 كانت الصين من أوائل الدول اللي وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة ضد التمييز ضد الستات، بس لسه الوضع الحقيقي بعيد عن المساواة. عدد الستات قليل في أعلى المناصب في الحكومة والشركات الكبيرة. كمان التغيير أبطأ في المناطق الريفية البعيدة. ومع تحسن الاقتصاد كتير من الطلبة بيتمنوا إنه الإصلاح السياسي يجي بعد كده. واحد من الناس اللي أعجبوا بهم هو ياو بانغ، الأمين العام للحزب الشيوعي وحليف دينغ من زمان. هو كان أكثر انفتاحاً على الآراء المختلفة. هو دعم شوية إصلاحات وانتقد الامتيازات الزيادة اللي بياخدها أولاد المسؤولين الكبار اللي بيتقال عليهم أبناء النخبة الحاكمة. سنة 1986 الطلاب احتجوا في مدن مختلفة، طلبوا حرية أكبر في الصحافة، حكومة أكثر انفتاح، وديمقراطية أوسع. القادة الكبار لاموا هو لأنه كان متساهلاً زيادة مع المتظاهرين. في يناير 1987 اضطر إنه يستقيل من منصبه ويعترف علناً بأخطائه اللي قالوا عليها. في إبريل 1989 هو تعرض لأزمة قلبية وتوفى. بالنسبة لكثير من الطلبة هو كان رمزاً للتغيير، التغيير للقادة الكبار في الحزب الشيوعي ما وافقوش عليه. آلاف الناس تجمعوا عشان ينوه، لكن مجرد إحياء ذكراه بسرعة تحولت لاحتجاج ضد الفساد وقلة الحرية والتضييق الشديد. الطلبة تجمعوا بكثرة في ميدان تيانانمن في بكين. بالضبط بعد 70 سنة من حركة الطلبة، سنة 1919 رجعوا ينادوا بالديمقراطية تاني، والمرة دي مش بس مجموعة صغيرة اللي بتواجه الحزب الشيوعي. احتجاج ضخم جدا بيبدأ في قلب السلطة في الصين نفسها. في 13 مايو 1989 مئات الطلبة بدأوا إضرابا عن الطعام في ميدان تيانانمن. رفضوا ياكلوا علشان يجبروا الحكومة تتكلم معهم، وقالوا بوضوح إنهم مش عايزين يوقعوا الحكومة. اللي كانوا بيطلبوه هو حرية التعبير، تقليل الفساد، وإصلاح سياسي. ومع مرور الوقت آلاف وآلاف الطلبة انضموا ليهم. كمان العمال والمواطنين العاديين جم علشان يدعموهم. القيادات العليا في الصين اتقسموا على نفسهم في ازاي هيتعاملوا مع الاحتجاج. تشاو جيانغ السكرتير العام للحزب الشيوعي كان عايز يتكلم مع الطلبة. في يوم 19 مايو راح بنفسه ميدان تيانانمن وطلب منهم يوقفوا الإضراب عن الطعام علشان حياتهم ما تبقاش في خطر. هو كان عكس رئيس الوزراء لي بينغ اللي كان شايف إنه لازم ينهوا الاحتجاج بسرعة. دينغ شياوبينغ كان مؤيد لرد فعل أشد. في يوم 20 مايو الحكومة أعلنت الأحكام العرفية في بعض مناطق بكين وبعثت جنود هناك، لكن في البداية عدد كبير من السكان وقفوا في طريقهم. واستمرت الاحتجاجات. في ليلة 3 يونيو لحد فجر 4 يونيو الجنود دخلوا بكين تاني مرة بعد مرة، ومعهم دبابات وعربيات مصفحة. هم ضربوا نار على الناس اللي كانوا واقفين في الطرق الرئيسية المؤدية لميدان تيانانمن. ناس كتير من المدنيين ماتوا أو اتصابوا. لحد دلوقتي لسه مش معروف العدد الحقيقي للناس اللي ماتوا. حسب تقديرات مختلفة ممكن يكونوا بالمئات أو حتى بالآلاف اللي اتقتلوا. الحكومة الصينية تتحكم بشكل صارم في المعلومات عن اللي حصل. في يوم 5 يونيو الكاميرا صورت راجل مش معروف وقف قدام صف من الدبابات في شارع تشانغ آن. كان بيقف قدامهم كل شوية حتى لو ممكن يدوسوه أو يضربوه بالنار. لحد دلوقتي محدش عارف هو مين أو إيه اللي حصل له بعد كده، بس تعرف في العالم كله باسم رجل الدبابة، رمز للمقاومة ضد الحكومة القمعية. دول كتير أدانت بشدة اللي حصل من قمع، لكن دينغ دافع عن العمل العسكري. هو سماها فوضى مضادة للثورة، وقال لازم يتم إيقافها عشان يحافظوا على سيطرة الحزب الشيوعي. تشاو جيانغ اتشال من منصبه بسبب تعاطفه مع الطلبة، وفضل تحت الإقامة الجبرية حوالي 15 سنة لحد ما مات. وفي نفس الوقت لي بينغ فضل رئيس الوزراء وبقى واحد من الوجوه الرئيسية في الحملة القمعية. اللي حصل أثر جامد على علاقة الصين بالدول التانية. أمريكا فرضت عقوبات وكمان شوية دول أوروبية. البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي كمان وقفوا مؤقتا القروض العادية للصين، وكمان اهتمام بعض المستثمرين الأجانب
قل. في الوقت اللي الصين كانت بتشد، كان العكس بيحصل في تايوان. هناك رفعوا الأحكام العرفية سنة 1987، وبدأت الانتخابات الحرة والحرية السياسية تتوسع واحدة واحدة. ومع ده اقتصادهم كمان نما بسرعة، خصوصاً في مجال التكنولوجيا وصناعة شرائح الكمبيوتر. بعد قمع تيانانمن كمان زخم الإصلاحات الاقتصادية في الصين كمان ضعف. رجعوا تاني القادة المحافظين بقوة اللي كانوا خايفين إنه التغيير السريع ممكن يؤدي لعدم استقرار سياسي. بس دينغ ما وافقش إن البلد تتراجع تماماً. سنة 1992 وهو عنده 87 سنة سافر لجنوب الصين، زار شينزين، تشوهاي، شنغهاي وأماكن تانية اللي اغتنوا بسرعة بسبب الإصلاحات الاقتصادية. اتسمت الرحلة دي بالجولة الجنوبية. هناك شجع المسؤولين إنهم يسرعوا في فتح الاقتصاد ويكبروا البزنس وما يخلوش الأفكار الشيوعية القديمة تعطل التقدم. بالنسبة لدينغ ما كانش مهم إذا كانت الطريقة شكلها اشتراكية أو رأسمالية. المهم هو إذا كانت بتساعد الاقتصاد ينمو وبتحسن حياة الناس. بسبب تأثيره القوي رجعت الإصلاحات الاقتصادية الاتجاه الرئيسي للصين. هنا اتكون اتفاق غير رسمي بين الحزب الشيوعي والشعب. الحكومة مش هتدي الناس حرية سياسية واسعة، لكن في المقابل وعدوا الناس بالشغل، التنمية، حياة أحسن، وعودة الصين كدولة قوية. سنة 1992 الحزب الشيوعي رسمياً سمى نظام الصين اقتصاد السوق الاشتراكي. يعني الحكومة فضلت شيوعية، بس السوق بقى عنده حرية أكثر يحدد الأسعار ويدير الأعمال. كتير من الشركات المملوكة للدولة اتضبطت أو اتباعت أو اتقفلت، وفي نفس الوقت عدد كبير من الشركات الخاصة الكبيرة ظهر بسرعة. الاقتصاد نما بسرعة كبيرة. حسب البنك الدولي، من وقت ما بدأت الصين تفتح اقتصادها حوالي 800 مليون شخص خرجوا من الفقر المدقع. بس النمو السريع ده كان ليه ثمن. الإسكان المجاني، الأكل الرخيص، وبعض المزايا اللي كانت الحكومة بتقدمها قلت. كتير من العمال فقدوا شغلهم لما المصانع القديمة اتقفلت. الفساد، التربث والفجوة بين الأغنياء والفقراء زادت كمان. ملايين من الناس اللي عايشين في الريف انتقلوا للمدن عشان يشتغلوا، بس بسبب نظام الهوكو كتير منهم واجهوا صعوبة في الحصول على مدارس حكومية، رعاية صحية ومزايا تانية في المدينة. سنة 1997 توفى دينغ شياوبينغ عن عمر 92 سنة. بالنسبة لمؤيدينه هو القائد اللي فتح الاقتصاد وحسن حياة عدد كبير جدا من الصينيين. لكن بالنسبة لمنتقدينه استخدم النمو الاقتصادي علشان يحافظ على حكم الحزب الواحد الصارم. اللي جه مكانه كقائد الرئيسي كان جيانغ زيمين. هو كمل في فتح الاقتصاد وفي نفس الوقت حافظ على سيطرة الحزب الشيوعي الشديدة على السياسة والمجتمع. في يوليو 1997 بريطانيا رجعت هونغ كونغ للصين بعد 156 سنة من الحكم. الصين وعدت إن هونغ كونغ حتفضل محافظة على قوانينها واقتصادها وطريقة حياتها تحت نظام دولة واحدة ونظامان. وبعد سنتين البرتغال كمان رجعت ماكاو للصين تحت نفس النظام. كتير وقتها كانوا مصدقين إني لما الصين تغتني هتبقى أكتر ديمقراطية، بس ده ما حصلش. الطبقة المتوسطة والاقتصاد فضلوا ينمو، بس الحزب الشيوعي فضل مسيطر على الحكومة. في 11 ديسمبر 2001 الصين بقت عضو في منظمة التجارة العالمية. عدد الشركات الأجنبية اللي بتصنع منتجاتها في الصين زاد بسبب العمالة الرخيصة والمصانع الكبيرة. المنتجات اللي بتصدرها الصين زادت بسرعة وبقت البلد مركز كبير للتصنيع. بس مع زيادة عدد المصانع التلوث الهوائي وانبعاثات الكربون زادت كمان. سنة 2008 اتعملت أول دورة ألعاب أولمبية صيفية في الصين في مدينة بكين. دي ما كانتش مجرد فعالية رياضية، دي ورات العالم كله إن البلد اللي كانت فقيرة ومقفولة بقت دلوقتي قوة اقتصادية وعالمية بتنمو بسرعة. أولمبياد بكين سنة 2008 كانت عرض كبير للصين الجديدة. في حفل الافتتاح اتعرض التاريخ الطويل والثقافة والتكنولوجيا والقوة المتزايدة بتاعة البلد. لما جه سنة 2010 الصين عدت اليابان وبقت تاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
بس مش كل الناس كانوا راضيين عن حكم الحزب الشيوعي. في التبت أوشينجيانغ حصلت احتجاجات وشكاوى من سيطرة الحكومة الشديدة. السلطات ردت باعتقالات ومراقبة واسعة وأمن مشدد. كمان شددوا الرقابة على الإنترنت من خلال اللي بيسموه الجدار الناري العظيم. الحكومة بتحجب مواقع أجنبية كتير وبتراقب البوستات اللي ضد الحزب الشيوعي. يعني مقابل النظام اللي بيوعد به والتقدم، حرية التعبير والإعلام الحر والمعارضة السياسية بيبقوا محدودين. سنة 2012 خلصت ال10 سنين اللي حكم فيها هو دول القادة الرئيسيين للصين. اللي جه مكانه كأمين عام للحزب الشيوعي كان شي جين بينغ، وبقى رئيس السنة اللي بعدها. بعد أكثر من 100 سنة من سقوط آخر إمبراطور من سلالة تشينغ، الصين بقت مختلفة تماماً. من بلد كان ضعيف وفقير ومقسم بسبب الحروب، بقت الصين دلوقتي مركز كبير للتصنيع والأعمال وقوة عالمية. بس لسه فيه سؤال كبير: لحد فين تقدر الصين توازن بين التطور السريع والسيطرة الشديدة من الحزب الشيوعي؟ لأن كل ما البلد بتكوى برا، الحكومة بتشد قبضتها أكتر جوا.